علبة زبادي صغيرة ضفت عليها معلقة من الكاتشب اللي عملته معاكم الفيديو اللي فات، ومعلقة من معجون الطماطم، معلقتين من الخل، وربع كوباية من الزيت، ونص معلقة من الصويا صوص، ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا. قلبت كل ده مع بعض والتتبيلة كده بقت جاهزة. استخدمت صدور فراخ، وممكن تستخدموا وراك زي ما تحبوا، قطعتها كده قطع صغيرة زي ما انتم شايفين، وخلطت معاها التتبيلة كويس وسبتها في التلاجة ساعتين اقل حاجة في طاسة سخنة على النار من غير اي مواد دهنية، لان احنا اوريدي حاطين زيت في التتبيلة. ضفت بقى قطع الفراخ كده في الطاسة ووزعتها، ما نزلتهاش مرة واحدة، نزلتها كده شوية شوية علشان الطاسة تفضل سخنة، وسبتها لغاية لما استوت تماما والمية كلها كده نشفت وبقت بالشكل ده. استخدمت التومية اللي انا عملتها معاكم الفيديو اللي فات، هتلاقوا وصفتها عندي على البيج. العيش ده عيش سوري، ممكن تجيبوه من اي فرن او من اي مخبز، وممكن كمان تعملوه في البيت، وان شاء الله الفترة اللي جاية هعمل لكم طريقته. دهنت بقى صوص التومية اساسي في الشاورما الفراخ طبعا، وكمان تقدروا تحطوا خيار مخلل وفرايز. لفيت بقى كل الكمية كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها، قطعت كل ساندوتش 3، بقى شكلهم تحفة بالشكل ده، لازم تجربوها وتقولي رأيكم.